you're making video of me. احسن ميزه انك بتشوف كل حاجه الاكل قدامك وانت بتختار منه بقى الحاجه المناسبه ليك. يعني واسع مش صغير، يعني كبير يا جماعه، مريح. انا بوقف عربيات على الطريق وبطلب منهم ان هم يوصلوني. صباح الخير جدا جدا. من اغرب واكتر تجربه في مدينه لاول مره انا موجود فيها هي مدينه ملكه. بعمل حاجه اسمها هيتش هايك، وهي ان انا بوقف عربيات على الطريق وبطلب منهم ان هم يوصلوني. Thank you for taking me on this tour. بس اتفاجئت جدا ان هو لو وقف لي ايفن لو الطريق ممكن يكون صعب او متعب شويه وهو عمال بيحاول يوصلني. Thank you so much for this spontaneous ride and thank you for being very helpful. That was amazing. That was amazing. It's my first time to try hitchhike and now Salim became a great hitchhiker over here. And now here's the hostel. Let's figure it out. Hello? Anybody here? الظاهر مفيش حد في الهوستل. Hello? Hi? Hello? Anybody here? الهوستل شكله مرة مختلف جدا بس مفيش حد. خليني استنى بقى لحد ما يكون يظهر حد في الهوستل ده. هوستل ارتستيك جدا. اخيرا في حد جاي. Hi. Hi. Are you here? I'm staying here. Sorry about the camera. I'm just making travel videos. So. You're making video of me. Yeah, you're part of the video. But what do you do with this video? Yeah, it will be on YouTube and social media. Don't worry. الهوستل بصراحة مختلف جدا. أحسن حاجة فيه إنه واسع، مريح. بصوا يا جماعة، ده المدخل بتاع الهوستل. خدوا من هنا. الستايل بتاعه ان هو معمول كله، الفكره بتاعته ان هو معمول كله بالخشب، بعدين بتحركوا هنا. سبيس واسعه جدا، المكان كله واسع جدا. اول مره بدخل الدورم، دورم مختلف جدا يعني كبير، كل حد بيكون له سرير، في كيبل، في اختراع حلو جدا. تعمل هنا كده، هنا ممكن تشتغل، تذاكر، تحط حاجه هنا تستخدمها، مختلفه جدا جدا. يعني واسع مش صغير، يعني كبير يا جماعه، مريح. والسميل بتاعته نظيفه. في هنا تحط فيها هدوم وتحط فيها حاجتك. ممكن تشحن الموبايل هنا. في لوكر بيكون ليك مميز مخصص ليك، تحط اللوكر تشيل فيه كل حاجاتك المهمه. تقدر كمان تبقى حافظ حاجتك ومهتم بحاجتك، عارف هي موجوده فين، فممكن مثلا ما تتسرقش. هنا ممكن تعملوا لنفسكم بقى حاجه مثلا سخنه، ممكن هنا تستخدموا مثلا الاطباق. الحاجات دي كلها موجوده للناس كلها اللي موجوده في الهوستل، فتقدر انك انت تستخدمها. في حوض مثلا. بصراحه احسن شيء في المكان هو النظافه، يعني نوعا ما المكان نظيف بشكل جميل وهادي جدا. وكالعادة في أول يوم ليا في أي مدينة جديدة، المدينة كلها بتكون بتمطر والشارع كله بيكون مفهوش أي شيء يستكشف. دلوقتي احنا في مكان مطعم أكل باكستاني، وقررت إن أنا آخد أكل، يعني آخد الأكل اللوكل بقى هنا. أحسن ميزة إنك بتشوف كل حاجة الأكل قدامك وأنت بتختار منه بقى الحاجة المناسبة ليك. ده كله حاجات ليها علاقة بالسمك. هنا ده نوع اللحمة. Like what is this one? Banana. Okay, how much for the fry? 5 ringgit 1 piece. 5 رينجت 1 piece. ومن احلى الحاجات انه الاسعار بتاعتهم مش غاليه قوي. 8 رينجت 10 رينجت عشان تاخد مثلا فراخ ومعاها تاخد رز. انت اللي بتختار، انت ممكن تاخد مثلا سمك، او ممكن تاخد مثلا بيف، او ممكن تاخد مثلا تشيكن، وبتحط عليه بتقاد عليه بس الرز، وكله بيكون مثلا 10 رينجت او 8 رينجت. بصراحه شايفها هتكون وجبه كويسه. اكل بمره مختلف، يعني خدنا الرز ده بس ب 2 رينجت ونوعا ما كبير بصراحه، مش صغير بصراحه. واخدت معاه حاجه زي الاناناس بالظبط، يعني زي اناناس كده معمول بطريقه مختلفه جدا. بيف، لحمه، كلهم بصراحه شكلهم معمولين بشكل يا جماعه مره مغري جدا. الاجمل ان الوجبه كلها مش غاليه، الوجبه كلها تقريبا 8 رينجت. فخلينا نشوف، بصراحه احسن من ان انا اكل اندومي. الرز مره حلو جدا. حبيت الرز يا جماعه، الرز سخن وحلو قوي طازه. دي زي قطع فراخ صغيره، مش احسن حاجه، هي زي راس بتاعه الفراخ. حلوه انك تاكلها مع الرز. دي حاجه بقى اناناس كده شويه، يعني ده اناناس معمول بالطبيخ ازاي بجد حلو. اول مره في حياتي اشوف اناناس معمول طبيخ. كل ده ب 8 رينجت. حلو. Thank you for the food. Okay, boss. Thank you so much. Okay. Hello. It's 8 ringgit. 8. Thank you. Okay, sir. Thank you. انا ما بحبش اروح المطاعم الغاليه قوي، الاكل الشعبي احسن.
احسن شيء ممكن تاكله في اي بلد او في اي مكان باسعار كويسه جدا بصراحه جدا. حاجه من اجمل واحلى الحاجات اللي موجوده في ماليزيا عامه انك انت ممكن تلاقي مكان تقدر تغسل فيه الحاجه بتاعتك بسعر كويس جدا ورخيص جدا جدا، وهي غالبا فور فري. فتعالوا نشوف. بتيجي بتحط الهدوم بتاعتك وبتشغل الغساله وبتيجي تاخد الحاجه بتاعتك. الناس كلها قاعده هنا بتستنى الدور بتاعها وبتستنى الحاجه بتاعتها. هاي you're waiting for your laundry؟ اوكي. فدي حاجه بصراحه حلوه جدا. حتى معجون الغسيل نفسه اللي هم بيغسلوا بيه هم بيحطوه فور فري. في هنا زي انستراكشنز كده ان انت تتبعها علشان تقدر انك انت تستخدم سواء ميه سخنه او ميه ساقعه او ايا كان. وده شكل الغساله كده اهي. بتحط فيها، بتفتح الغساله تحط فيها الهدوم بتاعتك هنا وبتشغلها. تبقى بصراحه يعني اوبشن رهيب جدا. غساله عامه بتشيل لحد 14 كيلو جرام. بصراحه ما تخيلتش ان انا اشوف حاجه زي كده ابدا. هي مش كلها فور فري. بتحطوا البيس الواحده بس برينجت. وانس ان انتوا بتشغلوها بتحطوا الفلوس هنا، بتحطوا الكوينز بتاعتكم هنا وتقفلها كويس جدا تبقى مقفوله، وبعدين بتشغلها بتغسلها كلها. بعد ما بتاخد كل الهدوم بتحطها في الدراير زي ان هي بتكوي لك الهدوم. وكمان في كل الانستراكشنز ان انت محتاج ان انت تتبعها. الموضوع مختلف جدا ان هو بيعرفك كمان ازاي تستخدمها، انك تحط الهدوم الاول، بعدين تختار درجه الحراره، بعدين تقدر تاخد الهدوم كلها، بعدين تحط الفلوس علشان تطلع الهدوم. وهي بتتعمل بتكون بالشكل ده. بصراحه الموضوع مختلف جدا عن اي حاجه شفتها قبل كده. هم خدوا الهدوم بتاعتهم ودلوقتي هم بيكووا الهدوم او بيطبقوها عشان ياخدوها. الهدوم كلها بتكون مكويه بشكل غير طبيعي. الهدوم طالعه سخنه جدا بطريقه غير عاديه. قولوا لي في التعليقات هل عندكم في بلدكم في مكان ممكن تغسلوا فيه الهدوم وتكووا فيه الهدوم بشكل عام مجاني لكل الناس وبسعر رخيص جدا ولا لا؟ عرفوني في التعليقات. اغرب واجمل شيء في نفس الوقت اول ما هتلاحظوه في المدينه هنا ان انتوا هتلاقوا كم موتوسيكلات غير طبيعي في كل مكان في المدينه. المدينه فيها Why are you laughing؟ فمستحيل تماما انك تمشي في الشارع وما تلاقيش فيه موتوسيكلات وفي نفس الوقت بتكون منظمه بشكل غير طبيعي، كلها نفس المكان. اهتمام بالمرور هنا غير عادي، يعني العربيات في كل مكان بتتحرك بنظام غير طبيعي جدا مع ان الشارع فاضي، ولكن في نظام غير عادي. وكالعاده بمجرد ما هتمشي في شوارع ماليزيا هتتاكد ان الساعه 8 بتكون مغلقه تماما، فمفيش اكتيفيتيز، مفيش انشطه، مفيش حاجات جديده تعرف انك انت تعملها. هتبقى عندك اوبشن من تو اوبشنز، اما انك انت تمشي في الشارع وتكون اغلب الاماكن ضلمه، او انك انت تيجي مكان زي طبعا المولز هنا بيكون فيها تقريبا كل حاجه، يعني سواء بقى تي شيرتس او سواء هدوم. الديزاينز اللي هي بتاعت الباسكت بول دي بالذات البنات الماليزيين بيلبسوها كتير قوي، سعرها تقريبا حوالي 40 رينج. اكسسوارات موبايل، اي حاجه ممكن تكونوا محتاجينها هتلاقوها في المول ده. والحقيقه انا من الشخص بيحب المولز اللي بحس ان هي مش بتعبر قوي عن ثقافه البلد. لو شفتوا الفيديو لحد دلوقتي اشتركوا في القناه حالا، اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوز الجديده، وفولو مي على كل السوشيال ميديا سليم ترافل. اشوفكم بكره في تجربه مختلفه من مدينه ملكه.